ابو حميد، انا شفتك عامل فيديو مره بتقول لي اخواننا السعوديين بياكلوا الكبسه بايديهم، صح؟ انت عارف هم بياكلوا بايديهم ليه؟ ليه؟ اول حاجه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه تاني الصلاة حاجه والسلام. بقى اللي هم بياكلوا كميه اكتر من المعلقه. يعني انت عاوز تفهمني انك لما تاكل بايديك بتاكل اكتر من المعلقه؟ اه يا حبيبي طبعا. يعني انت بتعرف تضرب بالخمس بقى وكده؟ تنافسني ونخش نجرب. تعال نشوف مين اللي هياكل بالخمسه. تعال. يلا. دخلنا مطعم من مطاعم الكبسه علشان نشوف كلام ابو حميد صح ولا لا. طلبت الكبسه وابو حميد قلع الجاكيت علشان يستعد للمعركه، وكل واحد وصينيته هنشوف الكلام على ايه. شمرت وحضرت للضربه القاضيه، شويه سلطه حاره على شويه طحينه، ومش ناسي التوميه اللي بتبقى حوار مع الكبسه، واخر حاجه بقى قطعه دجاج كبيره كده، ولغوص كله مع بعضه كده واديها. وبسم الله، اول محاوله كانت مش ناجحه قوي ووقعت رز. نخش على تاني محاوله وهعمل نفس الخطوات بس هضيف شويه لبن، وبسم الله نجحت زي ما انتم شايفين كده، ما وقعتش. تعالوا بقى نشوف ابو حميد هيعمل ايه. مبدئيا ابو حميد بياكل بايده الاتنين وعمال يالف وانا سايب، ويشيل من الرز ده ويحط على ده ويحط هنا حته دجاج وهنا حته دجاج، ومفكرها خريطه وشغال خلطبيطه. احب اقول لك يا ابو حميد مش كده، لازم ايد واحده يا حبيبي. انت بتغرف بايد وتاكل بايد ولا ايه؟ وبعدين انت بتقول الاكل بالايد اكتر من المعلقه، وانت في الاخر بتاكل كميه قد معلقه الشاي كده. اول تصحيح لمعلومه عندك، ان ممكن المعلقه تاكل اكتر من الايد عادي جدا. عيد من الاول يا حبيبي وورينا الكميه المظبوطه بالايد. لسه برضه بتستخدم ايدك الاتنين؟ ماشي ما علينا، ورينا الكميه المظبوطه بقى والهط كده. ها وقعت ازاي وما عرفتش؟ ما علينا، احنا الاتنين يعتبر فشلنا. نرجع بقى لطريقتنا وناكل بالمعلقه اللي متعودين عليها. وعموما يا ابو حميد، تصحيح لمعلوماتك والمعلومات الشائعه عند بعض الناس، اول حاجه السنه انك تاكل بثلاث صوابع على حسب ما سمعت وعرفت. ثاني حاجه الكميه مش شرط خالص ايدك تاكل اكتر من المعلقه، انا اعرف ناس بتاكل من الحله بالمغرفه. ثالث حاجه موضوع البكتيريا النافعه ده بيختلف من حاله لحاله، يعني لو شخص جاي من مكان عمل او بيئه محيطه بالبكتيريا الضاره واستعجل ونسي يغسل ايده واكل على طول، هيحصل له ضرر اكيد يعني. وكذلك المعلقه لو مش نظيفه هيحصل ضرر برضه. يبقى المهم بقى اللي نستفيد منه من الحوار ده ان كل واحد حر ياكل زي ما يحب بايده او بالمعلقه ولا حتى بالعصيان زي الصينيين. وعلشان تحرم تقول سندباد ما بيعرفش ياكل بايده تاني يا ابو حميد، المهم ان احنا نسمي الله ونحمده على النعم ونستمتع بالاكله الحلوه. وخلينا متفقين اننا كطعميات حبينا الكبسه. سلام.